أكبر كذبة بنكذبها على نفسنا لما نقول إن يناير هيغيرنا. يناير ما بيغيرش حد، والسنة الجديدة ما بتغيرش حد. لو دخلت السنة الجديدة وانت نفس الشخص القديم وبتعمل نفس الحاجات الغلط اللي انت كنت بتعملها، زي انك تسوف وتقول انا بكره هبقى اعمل، زي انك تقول هستنى لما ابقى جاهز، زي ما تبقى مثالي perfectionist عمال تجلد في ذاتك، لو فضلت مكمل بنفس السيستم ده في السنة الجديدة هتعدي عليك السنة الجديدة زي السنة اللي فاتت ومفيش حاجة هتتغير. لأن أنت بيسيكلي اللي أنت عملته إن أنت عدت نفس الفيلم القديم بس بتاريخ جديد مختلف. طب الحل إيه؟ ورقة وقلم، نوت، whatever، وابدأ اكتب الأهداف اللي أنت فعلا نفسك تحققها أو الأهداف اللي أنت تقدر تحققها في السنة الجديدة، وابدأ اشتغل عليها. مش لازم تحققها كلها، بس ابدأ فيها، إن شاء الله تحقق منها هدف هدفين اللي تقدر عليه. أنت أصلا كونك إن أنت بدأت، كون إن ده هيبدأ يزود ثقتك بنفسك ويحسسك بالسعادة وتحس فعلا بالإنجاز. فما تدخلش السنة الجديدة وأنت نفس الشخص القديم. وابعدوا عن المثالية، جلد الذات والبرفكشنست، لأن عمرك ما هتعرف كل حاجة، وعمرك ما هتكون جاهز 100%، وعمرك ما هتقدر توصل ل100% بكل حاجة. بس ابدأ وتوكل على الله. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة سعيدة عليكم يا رب. ربنا يا رب يحقق لكم كل أحلامكم بالخير والسعادة. وعرفوني رأيكم في الكومنتس، واللي نفسه نتناقش في حاجة يا ريت يكتب لي ويعرفني، واشوفكم على خير. Thank you.